مساء الخير، كيفكم؟ اليوم إن شاء الله زي ما وعدتكم بناءً على المسجات اللي وصلتني، الكل طلب مني مسخن فلسطيني. رح نعمل المسخن بالطريقة الفلسطينية الأصلية. بس أول إشي رح أرجع أعمل معاكم خلطة الدجاج لأنه كثير طلبوها مني، فرح أرجع أعملها. شوفوا، أول إشي بدي أحط بالخلاط حبة بصل كبيرة، فلفل أخضر، حبة فليفلة متوسطة، 4 بندورة، وحبة ثوم كاملة. تمام. البهارات اللي بحتاجها: معلقة ماجي كبيرة، معلقة صغيرة من الزنجبيل، وبدي كمان خرفة، ومعلقة كبيرة من البابريكا. هون بدي بصل بودرة وثوم بودرة معلقة صغيرة طبعا. هون ربع معلقة كركم، معلقة كبيرة برضو من الكاري، ومعلقة صغيرة شطة اختياري بتقدر تستغني عنها. وبدي ملح وكزبرة وفلفل أسود نص معلقة، وحامض ليمون نص معلقة. بدي أضيف معاهم 6 معالق من اللبن، وبدي أحط معاهم طبعا 6 معالق تقريبا أو فنجان صغير زيت زيتون، وواحد رب البندورة. تمام. راح أخلطهم في الخلاط وأرجع لكم. والدجاج بنات راح يكون هيك. تمام. أنا بخليه نصين وبخلي الجلد عليه، بعمل فيه فتحات هيك زي ما انتم شايفين. راح أحط الخلطة عليه وراح أتركه لليلة كاملة. واللي بدها تعملها بنفس اليوم أقل إشي بدك تخليها 6 ساعات. تمام. بس أنا هيك بدي أعملها قبل بيوم أحسن، بدي أخلطها منيح وأدخلها على الثلاجة. الخطوة الثانية، عندنا شايفين كمية البصل كل واحد حسب عيلته. تمام. راح أحط عليه بس ملح وكزبرة وفلفل أسود، وراح أدير عليه زيت زيتون. طبعا المسخن بدي زيت زيتون كثير. ماشي. هسه هون عشان اللي ما بدها يعني هيك أنا حطيت يعني بصراحة بالنظر بالنسبة إلي. أنتي إذا حابة عشان ما تخربطي بتحطي 3 كاسات كبار. هسه بدنا نخلطه كثير منيح. هسه هيك بنات رح نبلش بالطبخة. أول إشي هسه بدي أحط البصل، ما رح أخلي البصل يذبل كثير. ماشي. رح أخليه شوي بعدين بفرجيكم كيف. هسه بعد ما وصلنا هيك ذبل معي. تمام. هسه بدي أصفيه من الزيت عشان لما أحطه على الخبز. تمام. وهذا الزيت اللي انتو شايفينه راح أعمل فيه الخبز. أنا ما بحط لا شوربة ولا مي، بس بحطه بالزيت هيك، يعني بحطه وبشيله. تمام. هسه بفرجيكم كيف. هسه هيك بعد ما خلصت الدجاج شايفين كيف هيك حمرته. تمام. عشان يطلع معي زي أكنه مشوي بدي أحط فحمة. ولع الفحمة، بدي أحط عليها زيت. تمام. راح أغطيه هيك زي ما انتم شايفين. هسه هيك بعد ما حطيت الفحمة لفيتها أنا إيش في صليتين. راح أتركها أخليها عشان يطلع طعم الدجاج زي أكنه مشوي على الفحم. هسه بدي أفرجيكم طريقة المسخن. هسه شوفوا هون بعد ما أنا صفيت البصل كثير منيح من الزيت، بدنا نرش عليه سماق ونخلطه. هسه شوفوا هون الزيت اللي صفناه من البصل. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه رح نغطه هيك بالزيت. هسه هيك بعد ما بليته بالزيت رح أفرده على الصدر. بدي أخليه شوية يتصافى. شوفوا هيك بعد ما حطيت البصل الزيت عفوا، رح أبلش أفرد في البصل. وأنا رح أرجع وأحكي لكم أنا ما بحط لا شوربة ولا بحط مي ولا، خلص كله بزيت زيتون هيك المسخن فعليا على أصوله. هسه بدي أدخله على الفرن وراح أعمل كل الكمية نفس الإشي، بعدين بفرجيكم الشكل النهائي. شوفوا هيك بعد ما حطيته بالفرن طبعا الفرن العربي أحسن من تحت، بس بدي أفرجيكم هيك يعني يكون هيك محمر وهيك شكله من فوق. لما تطلعيه من الفرن ترجع ترشي رشة سماق. راح أحط عليه رشة من اللوز. هسه راح أخلص كل الكمية بنفس الطريقة وراح أفرجيكم.
وعشان يكون سهل عليكم هو اللي مسخن الفلسطيني بصراحة هاي الطريقة الأصلية. تمام. لازم هيك ينعمل مفرود، بس اللي بتحب تعمله بطريقة ثانية، هاي الطريقة الثانية نفس الإشي. بتجيبي الإشراك اللي بيكون، تقدري تعمليها نفس الإشي، بتحط البصل وبتلفيه بالإشراك الخفيف، يعني بيكون مسخن لف. هيك بنكون وصلنا لآخر وصفتنا لليوم، إن شاء الله تعجبكم. الله يسعدكم، لا تنسوني من الدعم ومن الاشتراك. صحتين وألف عافية.